السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض زي ما انتم شايفين كده كيك الشوكولاتة من غير خامات كتير، وموفرة جدا من غير بيض ومن غير زبدة ومن غير سمنة، وهتطلع اسفنجية جدا وطراوة وطعم مفيش بعد كده. ويا محلاها كيك الشوكولاتة في الشتاء وفي ليالي الشتاء ومعاها كوباية شاي أو كوباية لبن. وهنعمل كريمة الشوكولاتة من غير تكلفة عالية وبخامات من مطبخك، وبأربع معالق زيت بس، وهتطلع هشة جدا وجوسي جدا، وكريمة الشوكولاتة في منتهى الطعامة. وقبل ما نبدأ الطريقة ننزل نعمل لايك للفيديو، واللي ما اشتركش في القناة ينزل يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصله كل جديد من وصفات القناة. في بولة كبيرة ننزل بكوباية من المية المغلية، أيوة زي ما انتم شايفين كده كوباية من المية المغلية، وعليها معلقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان، بتدي تست حلو جدا لكيك الشوكولاتة النهاردة. وننزل عليهم بكوباية من السكر الحبيبات العادي، سكر عادي خالص من اللي بنستعمله في المطبخ. وهننزل عليهم بأربع معالق من الزيت. هي دي كمية الدهون اللي معانا في كيك الشوكولاتة النهاردة، أربع معالق بس من الزيت. ويفضل طبعا الزيت يكون نضيف عشان ما يعملش أي ريحة مش حلوة جوه الكيك بتاعنا. وهننزل عليهم بربع معلقة صغيرة من الفانيليا، سواء الباودر أو السايلة. وهنقلب بقى الخليط بتاعنا ده بالمضرب اليدوي العادي لغاية ما نحس إن خلاص كله اختلط مع بعضه والسكر داب تماما. وهننزل عليهم بكوبايتين من الدقيق المنخول، الكوباية اللي هنعاير بيها الدقيق هي نفس الكوباية اللي عايرنا بيها السكر بالظبط. وهننزل على الخليط السائل بكوبايتين الدقيق شوية بشوية، وهندخل معاهم باكو من البودر أي نوع انت تفضليه، وهندخله طبعا مع الدقيق عشان ما يبقاش فيه أي تكتلات. وكلنا عارفين طبعا إن التكتلات اللي بتبقى موجودة في البودر ممكن تبوظ معانا الكيك. وهندخل برضو بعد منهم معلقتين كبار هرميين من الكاكاو الخام الأسباني، واحنا عارفين طبعا إن ما نحطش أي كاكاو، لازم يكون كاكاو مضمون جدا وطعمه كويس. وانا هنا في الخطوة دي نخلته لان برضو بيكون فيه كلاكيع او تكتلات ممكن تاخد وقت مني شوية وانا بضرب الكيك. هضرب الخليط ده بقى كله على بعضه كده كويس جدا جدا زي ما احنا شايفين كده لحد الكل ما يتجانس والدقيق والكاكاو عندي يختفي ويصبح سائل كده زي ما احنا شايفين. وهو ده القوام المناسب جدا للكيك اللي معايا النهارده. وهتجيبي اي قالب موجود عندك وتدهنيه دهنه بسيطه من اي ماده دهنيه عندك سواء زيت او زبده او سمن، وهتنزلي بالخليط زي ما احنا شايفين كده كله على بعضه في القالب اللي عندك. وزي ما احنا شايفين يا بنات الكيك ما خدتش مني ولا وقت ولا مجهود ولا اي خامات نهائي، حبة مية على حبة دقيق واربع معالق زيت واصبحت معانا الكيك بالشكل ده. وهجيب خلة اسنان وهمشي بيها كده في الكيك زي ما احنا شايفين عشان اطلع اي فراغات منها وتصبح المسام بتاعتها كلها متساوية. وهي دي الحركة اللي هتظبط لي سطح الكيك وهيصبح كله متساوي. وعلى الفرن على طول نكونوا مشغلينه مسبقا على درجة حرارة متوسطة على الرف الأوسط لمدة 10 دقايق مش أكتر من كده يا بنات. نيجي بقى لجناش الشوكولاتة أو كريمة الشوكولاتة الاقتصادية اللي هتعجبكم جدا. كوبايتين من اللبن وعليهم 5 معالق من السكر. وكمية التحلية دي يا بنات مناسبة جدا جدا، بس انت لو بتحبيها سكرها زيادة ممكن تزودي بقى سكر حسب الرغبة. وعليهم معلقتين كبار هرميين من النشا، وعليهم معلقتين كبار هرميين من الكاكاو الخام، وزي ما قلنا برضو كاكاو لازم يكون نضيف. وهنقلب بقى الخليط ده كله كويس جدا جدا لحد ما نفك كل التكتلات الموجودة من الكاكاو والنشا، وعلى نار متوسطة لحد الخليط ده كله ما يغلي ويتقل. هنروح ضايفين عليه معلقة من السمن أو من الزبدة أو معلقتين كبار من الزيت على حسب المتوفر عندك. هيطلع معاكي جناش تحفة جدا وطعمه رهيب، حقيقي مش هتبطلي تعمليه. ده غير اللمعة بتاعته كمان الجميلة اللي هتخليه كأنك بالظبط عاملاه بالشوكولاتة. وهيبقى فعلا جناش اقتصادي بمواد متوفرة عندك من البيت، مش هيكلفك أي حاجة. هطلع بقى الكيكة بتاعتي من الفرن هتكون يا دوب كده تمام، واختبرها كمان بالخلة عشان اتأكد انها استوت تماما، واغرز فيها الخلة بتاعتي زي ما احنا شايفين كده عشان الجناش بتاعي يتخلل كل انسجة الكيك. وطبعا الكيكة بتاعتي طرية جدا وحلوة جدا، مش هتحتاجي نسقيها ولا لبن ولا مية بسكر ولا اي حاجة. وهنزل عليها بكريمة الشوكولاتة اللي أنا عاملاها بعد ما هديت شوية، يعني أنا مش عايزاها سخنة جامد ولا إنها تسقع منك وتجمد، أنا عايزاها يدوب دافية، وأسويها بنفس الشكل ده كده لحد ما السطح كله يستوي وتبقى كلها نفس السوا. نيجي بقى للتزيين، فالتزيين ده بقى يرجع لك. أنا كنت عايزة أكسر اللون البني فجبت شوية من جوز الهند ورشيتهم على الوش كده، أنا عايزاها حاجة اقتصادي جدا جدا وغير مكلفة، فرشيت جوز الهند على السطح كده.
وكان عندي بقى شوية من الكريسبي زي ما إحنا شايفين ده، وبيبقى موجود عند محلات مستلزمات الحلواني، وسعره رخيص جدًا يعني مش غالي، ممكن تجيبيه وتزيني بيه أي كيك موجود عندِك، ورشيت كده شوية كده على السطح حاجة خفيفة خالص، خلّت شكلها تحفة جدًا، ده غير كمان إن طعمه بيبقى جميل. وزي ما إحنا شايفين كده طلعت في النهاية حاجة ما شاء الله روعة، ده غير كمان إن طعمها اللي هيعجبكم جدًا، جدًا، وطلعت معايا قطع من الكيك أو من الجاتوه رائع جدًا بتكلفة بسيطة، سواء كانت في الكيك أو في كريمة الشوكولاتة أو جناش الشوكولاتة اللي أنا مستخدماه. بجد روعة جدًا، جدًا، ويا سلام بقى لو أنتِ جالِك ضيف وعايزة تعملي حاجة كده سريعة وبسيطة ومش مكلفة، هتعمليها فعلًا مش هتاخد منِّك نُص ساعة من أول ما تبدئي فيها لغاية ما تطلّعيها من التلاجة. شايفين ما شاء الله جميلة جدًا والكيك المسام بتاعتها متساوية، ده غير إنها juicy جدًا، يعني مش هتحتاجي تسقيها. حقيقي أحلى كمان من ما تشتري أي جاتوه من برّه، ده غير إنها ما كلفتكيش أي شيء. وطبعًا لو عايزة تزوّدي الكمية هتضاعفي المقادير بمنتهى السهولة وتطلّعي كمية أكبر. وبكده نبقى خلّصنا وصفتنا النهارده، أتمنى الوصفة تكون عجبتكم، وأتمنى كمان تنزلوا تتفرّجوا على الوصفات المختلفة للكيك، وصفات فعلًا مضمونة وهتعجبِك جدًا لو جرّبتيها، وهاحط لكم إن شاء الله اللينكات بتاعتها في صندوق الوصف. واللي عجبته وصفتنا النهارده ينزل يعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة ويفعّل زر الجرس على الكل، وتعليق جميل بقى رقيق كده من عندكم، لإن التعليقات دي فعلًا بترفع الفيديو وبتحفّزنا وتشجّعنا إن إحنا نيجي لكم بوصفات اقتصادية وسهلة كتير. أتمنى لكم الصحة والسعادة وراحة البال، وما تنسونيش من صالح دعواتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.